السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كورس التنجيد التعليمي. النهاردة هنتكلموا على مقاسات الركنة أو الأنتريه. بالنسبة للمقاسات، في مقاسات بتبقى ستاندر وفي مقاسات بتبقى على حسب مكان العميل. بالنسبة للمقاسات اللي هي الستاندر بتبقى معروفة. بالنسبة مثلا للركن لو هنروح مثلا أي معرض أو كده، فبنلاقي الركنة بتبقى 2 في 3 في عمق 85 سنتي. ده اللي هو الستاندر في اي حتة بتبقى الاعماق ديت بتبقى 85 او 80. ليه بتبقى 2 في 3؟ 2 في 3 عشان خاطر اللي بياخد مقاس الخشب بيبقى عامل حسابه بتبقى نفس المقاسات. بعد ما بيتنجد بتبقى كلها موحدة، بمعنى اللي الشلت لو هيبقى فيه شلت في الظهور او القاعدة، هنقوله مثلا 5 قطع في الركنة كلها، فبيبقى نفس المقاس في الظهر، بيبقى نفس العدد ونفس المقاس بالظبط. طب ما حد هيقول لي طب ما هي ما هتبقى نفس المقاس؟ لا طبعا، في المقاس بيختلف. لو انا مثلا عامل 2 متر مثلا و20 في 3 متر، فبتختلف المقاس. ليه؟ لان بيبقى فيه مقاس زيادة دخلي وفي عمق دخلي فيه. فالمقاس بقى عندي 3 متر و20، هاجي اطلع 3 شلت هيديني مثلا رقم معين. هاجي اخد الركنة اللي هي منفصلة، اللي هي الشازلونج بنقول عليها عشان خاطر ما بيبقاش فيها دراع، او مثلا لو فيها دراع حتى، بيبقى الجنب دوت بيبقى فيه شلتة موحدة معروفة، بتبقى مثلا تقريب 70 سنتي أو 65. فدي بتبقى ثابتة عشان خاطر احنا مربوطين بعمق معين. فهنا قسمناها فطلعت أزيد شوية، فالزيادة ديت بقت الشلتة كبيرة والشلتة بتاعت الشازلونج صغيرة، فأصبح بقى كده الشكل مش متناسق. ماشي، فعشان كده في المعارض خلوها 2 في 3 عشان خاطر يبقى ال3 شلت بتوع الظهر والقاعدة يكونوا نفس مقاس الظهر والشلتة بتاعت الكنبة أو الشازلونج في متر. فعشان كده موحدينها عشان خاطر يبقى الشكل متناسق. طبعا بيختلف عند كل عميل مقاس معين. انا عايز 4 متر، انا عايز مش عارف 3.5، انا عايز 2 متر و5، لازم يحدد كمان طبعا. فطبعا الحاجات ديت انا يعني ما باخدش الحاجة كده